السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي وسماحة الجميل العسلية طالب الثانوية العامة ذو المستقبل الجميل دفعة 2026. ويلكم باك أبو سيد للدفعة الصغنونة الجميلة اللي لسه داخلة إن شاء المولى عز وجل أولى ثانوي. بص يا باشا بكده باختصار شديد إحنا هنعمل إيه عشان بس مش هاخد من وقتك دقيقة. حاجة هقولها بس عشان إيه حاجة في نفسي يعقوب قضاها اللي هو إيه. أولا أنا محمد أيمن الشهير بجينو. الناس اللي ما تعرفنيش أنا الشهير بجينو. في حاجه انا مشهور بيها الاول كده يعتبر انا الحمد لله المدرس الوحيد اللي بعملها يعني بعمل حاجه اسمها بروفن بروسيس. يعني ايه بروفن بروسيس دي؟ قلت الكلام ده الاولى وثانيه وثالثه عموما عشان تبقى فاهم انت داخل على مين وبتتكلم مع مين او بتاخد درس مع مين. ايه البروفن بروسيس دي؟ ان انا بحاول ان انا ادي اول محاضره دايما بطلعها مجانا سواء على اليوتيوب او على المنصه. برفع يوتيوب وبرفع منصه. طب كده يجيني ان انت ترفعها على المنصه ترفع يوتيوب؟ لا طبعا لا طبعا، هي اول محاضره بس برفعها يوتيوب ومنصه. طب ليه اليوتيوب بعد كده ان شاء الله يبقى له شغل والمنصه لها شغلها ثانيه خالص. تمام. برفع اول محاضره مجانا على اليوتيوب وبرفعها على المنصه مجانا عشان حاجتين. الطالب مثلا واحد شاف شرح جينو والكلام ده كله عجبه الكلام، طب انا عايز اجربه بقى كحصه اعمل ايه؟ بدل ما مثلا يقول لك اشترك يا عم افرض في الاخر طلع شرح مش الطف حاجه والكلام ده كله يبقى انا دفعت الفلوس على الفاضي ويبقى مكسوف مثلا ارجع الفلوس الكلام ده كله. فانا رايح دماغي بقول له يا باشا خد محاضره اهي مجانا، الشرح عجبك تكمل معانا على المنصه، ما عجبكش خلاص ايه معانا براحتك اللي انت نفسك فيه برضه. تمام. نفس الحوار برضو بعمله على المنصه. ممكن طالب يدخل على المنصه هو قبل ما يشترك بيشوفني برضو على المنصه والكلام ده كله. المنصه طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا، وانا شفت السيستم بيبقى عندنا 12 وحده 12 قصدي حصه في الوحده 12 حصه في الشهر. بس شهر 9 ده او الكورس الشهر الاولاني ده هيبقى اكتر من كده عشان في حاجه بس احنا لسه واخدين بالنا منها ان المنهج اتغير. فلسه جاي لي كتاب الشرح والمؤلفين التيم اللي شغال معايا ليله طويله كده على ما طلعنا كتاب الشرح وليله، فلسه بقى في ايه كتاب التدريبات. فانا اول حصه مش هتقل عليك، هتلاقيني بشرح لك بس وهنحل حاجات بسيطه، والحل اللي هنا ده انت هتاخده واجب. بعد كده الحل هيبقى فيه الحصه بنحل فيها. هي اول مره بس في الحل ده ناخد نفس هديك البي دي اف ده مجانا سواء منصه او يوتيوب هدولك مجانا عشان برضو تعرف تحل. ده اللي هنشرحه ده هنشرح النهارده، والحل ده هنحله بقى على المنصه ان شاء الله الخميس الجاي باذن الله تعالى. تمام. نرجع ونقول تاني هي بس اول مره، يعني الشهر ده بدل ما يبقى 12 حصه هيبقى ممكن 13 14 على ما كتاب التدريبات يتعمل. تمام. هروح احل لك كتاب التدريبات. يعني كده واحد يقول لي يا جون انت مش هتحل كتاب التدريبات؟ لا طبعا هنحله بس المره دي بس خفيفا. يعني المعروف ان انا حصه الشرح بحل في حصه الشرح، حصه التدريبات اللي هي الواجب بنحل في حصه التدريبات، انما كتاب التدريبات لسه بيجهز. فبنعمل هنجيب لك واجب منين؟ هتقعد كده حاطط ايدك على خدك؟ لا يا حبيبي هنعمل ايه؟ حضرتك هنشرح والحل ده هتاخده واجب ونحل يوم الخميس على المنصه. اتفقنا كده؟ تمام. لغايه ما ينزل كتاب التدريبات اللي نزلت لك الحصه بقى بتاعت كتاب التدريبات والحاجات دي كلها، تكون الكتب نزلت، تكون مثلا اشتريتها، تكون اتفرجت على المنصه، الكلام ده كده اظن الدنيا ايه وضحت من الاول يعني. تمام. طبعا بتوع المنصه بقى نفخ بقى بيبقى فيه امتحانات وبنحل اكتر من 700 800 سؤال في الوحده وكل شويه امتحانات ومتابعه وليله طويله كده. تمام. المهم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اول وحده. تمام. حاجه جميله جدا ووحده جميله خالص، بس المنهج للاسف بقى اتغير فالموضوع بقى اتقل سيكه، بس ما تخافش ان شاء الله. وهننطق مع بعض ونشرح. احنا مش مجرد بننطق بس كلمات، احنا بنشرح. اول كلمه عندنا كلمه برايد. يعني ايه؟ وات ذا مينينج برايد؟ برايد دي معناها الفخر. يعني ايه الفخر؟ دي اسم فخر. انت يو هاف برايد، يو هاف برايد معناها انت عندك فخر ان انت مثلا كونك ان انت مثلا عملت الحاجه دي فانت فخر، عندك الفخر. انما البي ده لو خليناها خفيفه كده بقت عروسه. برايد كده بقت عروسه. تمام. بي لوفد حبيب او محبوب، اسمها ماي بي لوفد يعني الحبيب. ماي بي لوفد يعني this is my beloved دي حبيبتي. he is my beloved طبعا واحد بيقول طبعا دي حبيبي وكده. طيب هارموني. في هارموني ديت يعني انسجام تناغم في يعني فاهم انت اللي هو مثلا ايه واحد خطب لواحده مثلا حس ان في تناغم بينهم او انسجام بينهم فبدا يتجوزوا بقى، بعد كده بقى بيطلقها فده نفس اللي بيحصل. في انسجام في ترابط في الكلام كده. تمام. يعني مثلا في تناغم، في مثلا تلاقي سلاسه في الكلام زي بيت الشعر اللي بيقول لك ايه ابي فاء الى الفيافي فان فاء الفيء فاء، تحس ان الدنيا ماشيه ايه زي العسل اهو. تمام. ancestors دول معناها الاسلاف، يعني الناس اللي هم جدودك، زي مثلا الفراعنه دول ancestors دول هم الايه الاسلاف بتوعهم. تمام. في حاجه بس صغنونه قبل ما نكمل، دي بنسميها عندنا definitions. اسالوا الدفعات اللي فاتت جونيور لما بقول لهم حاجه الحمد لله بتبقى تمام. عيب عليك يعني يا باشا، الراجل من 2015 مدرس انجليزي فاهم ازاي. فاللي انا بتكلم فيه ان دايما في الامتحانات بيجي لك الديفينيشنز دي، يعني الحاجات دي هي المين فوكابولرز، دي هي اصل الاكزامز اصل الامتحانات. اوكي. طيب neighborhood يعني جوار، يعني الجيره بتاعتي neighborhood. خلي بالك اعلمك حركه حلوه قوي. بص الجمله دي، بص هنا الكلمه دي بقى مكتوبه بالامريكي ولا البريطاني؟ واحد يقول لي يا جين هو في فرق؟ اعلمك بس جينو من الاول عشان تبقى واخد على السيستم بتاعه. لما اجي اقول لك ايه الفرق بين كذا وكذا
في 3 اجابات. الاجابه الاولى يا اما فعلا في فرق بين الجملتين دول، يا اما في واحده امريكي والثانيه بريطاني، يا اما في واحده فورمال وانفورمال. واحنا بنمشي همشيها لك واحده واحده. يعني هل في فرق مثلا من الكلمه دي ان اي اي جي اتش بي او يو ار اتش او او دي، وايه ده المره دي انا حطيت كلمه ايه او يو ار، اشمعنى هنا او بس؟ اعلمك حركه، دي كده بريطاني دي كده امريكي. في فرق بين البريطاني والامريكي في الجمله دي زي مثلا كلمه color وكالر. لاحظ بقى اللي حصل هنا سي او ال او ار سي او ال او يو ار. في البريطاني بنكتب او يو، في الامريكي بنكتب او. يبقى الجمله دي امريكي ولا بريطاني؟ الجمله دي كده الكلمه دي كده امريكي اسمها نيبرهود. طيب determination يعني عزيمه، اصرار. عندي determine او الفعل منها determine يعني انت عازم. determination يعني عزيمه، انا عندي عزيمه واصرار. national identity ان اللي هي ان اي او يور national الهويه الوطنيه. هويتك الوطنيه انت ايه الكلام ده كله. archaeologist ده اللي هو عالم اثار. زي مثلا زي حواس is a famous archaeologist يعني راجل عالم اثار مشهور. زي حواس is a famous archaeologist يعني ايه راجل. طيب trade tourist guide I'm sorry tourist guide دول بيشتغلوا في الاقصر مثلا يقول لك ايه this group has a tourist guide يعني الجروب ده عنده tourist guide. تمام. they have tourist guide عندهم tourist guide اللي هو الشخص المرشد السياحي بيقول لهم مثلا ان ده تمثال ابو احمد ودي تمثال ام سماح ودي تمثال ام جمال وكده يعني. تريد يتاجر في ايا كان يعني. تمام. ميركنت او ميرشنت ده اللي هو الايه تاجر الشخص او اسمه تريدر. الاثنين صح، لو حطيت هنا ار بس تريدر بقى تاجر. الكلمه دي نطقها غريب جدا، ما اسمهاش بيبرس ما اسمهاش بابروس، اسمها بيبايرس. بيبايرس دي معناها ورق البرد. تاني بيبايرس. حتى تلاحظوا ان شاء الله لما يجي لكم كتاب بص كده هتلاقيني فرعون راسم لك الفرعون. الغلاف اصلا غلاف فرعون ده انا اهو، انت بتلاقيه في النص في الباك جراوند في الغلاف. لا هيجي له كتب بعد كده ان شاء الله هتلاقي فرعون، فانا خدتها علشان اول واحد. بيبايرس معناها ورق البرد، ورق زمان اللي بيبقى لون البرد ده كده، ورق بيكتبوا عليه بتاع الفراعنه. بيبايرس. انسبيريشن يعني الهام. انسباير او انسبير اللي هي الالهام، يلهم نفسه. انسبيريشن الهام، تبقى قاعد كده في الحمام بتعمل بيجي لك فكره منين ما تعرفش، تقول احنا هنعمل ونسوي، فبيجي لك وانت دايما الافكار بتجي لنا واحنا في الحمام او بناخد دش او الشيطان بيركبك بقى وانت في الصلاه، يقول لك ركبني الشيطان وانا بصلي، تلاقيه بيجي لك الالهام وانت زي ما اعرفش. ايفنتس دي احداث. ايفنت بقى عندي حدث في كذا وعندي حدث ايه الحاجات دي كلها. طيب هوملاند الوطن. ماي هوملاند مثلا ايجيبت از ماي هوملاند. مصر هي موطني. تمام. civilization الحضاره. طب في فرق بين كلمه civilization و culture و customs اللي هي customs and traditions and cultures and civilization. ايه الكلام ده كله؟ civilization حضاره، يعني مثلا حضاره فيرز civilization يعني ايه الحضاره الفرعونيه. حلو الكلام. اللي هم مثلا حضاره العراق، كل دوله ليها الحضاره بتاعتها. تمام. حاجه العريقه القديمه. كروس رود اللي هو مفترق الطرق، اللي هو كده تلاقي مثلا ماشيه كده وكده، فده اللي هو الايه الكروس رود. مونيومنتس اثار، اي اثار بقى، اثار فرعونيه اثار قديمه الكلام ده كله، زي الاطلال كده. awareness الوعي، مش بيقول لك جحيم الوعي ونعيم الجهل. تمام. فهي دي awareness، انت واعي للحاجه، فاهم انت اللي بيحصل. تمام. preservation يعني الحفاظ، يعني مامتك لما بتجيب فسيخ او رنجه بنحط عليها عشان تبقى حلوه، نحطها في ملح او نحطها في ثلاجه. to preserve ان انت تحافظ عليها. preservation عمليه الحفاظ على الحاجه دي، انت تحافظ على الحاجه دي. تمام. مش الحفاظ ان انت تحفظ، لا تحافظ على الحاجه دي. sacrifice تضحيات، ان انا اضحي. زي مثلا الناس اللي كانت في حرب اكتوبر بدات تضحي وماتوا عشان احنا نتحرر من العدوان والكلام ده كله. الكلمه دي مهمه جدا وموجوده، كانت موجوده في منهج قديم وجديد ورايح جاي، مهمه قوي. heritage دي معناها التراث. يقول لك مثلا ايه التراث الفرعوني، التراث الادبي العثماني، يقول لك مثلا انزل مثلا شارع المعز تلاقي فيه شكل تراث كده الاسلامي شكله حلو. ده اسمها heritage. essential دي معناها ضروري. it's very important. بدل ما كل شويه اقول very فرحت دماغي قلت essential. افهمها لك بالراحه. يعني مثلا احنا عندنا في اللغه العربيه بدل ما اقول قديم جدا فبقول ايه عتيق. بدل ما اقول مثلا سقعان بقول ايه، بدل ما اقول بردان جدا بقول ايه يتجمد. فعندنا في الانجليزي كده بدل ما اقول very important لا بقول essential. بدل ما اقول very old بقول ancient. فتاني درجه من الصفه. تمام. طيب courage الشجاعه، courage الجبن. تمام. courage دي معناها شجاعه، عنده شجاعه، نوبل. significant حاجه very important برضه. tourism عمليه السياحه نفسها اسمها tourism. historian ده مؤرخ، يعني Herodot is a famous historian. Herodot اللي قال لك ايه مصر هبه النيل. الراجل ده historian يعني بيكتب التاريخ، مؤرخ.
restore يستعيد. بص الري دي لما بتتحط قدام فعل معناها ان انت بتعمل الحاجه دي تاني. زي ريستارت، ستارت يبدا، ريستارت يعني بدء. تمام. فيو وجهه نظر، ريفيو يعيد النظر في الحاجه، وهكذا. زي الفل اهو. طب نكمل هنا بقى الكلمات الاساسيه، يلا نكمل. لاند ارض سهله، هيرت قلب، بيتنج بيت 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 ده ما يقول لك ايه، يلا على الضمه وعلى التكه وعلى البيت. البيت ده اللي هو او القلب، تو بيت، بيت اللي هو بايه بيخفق. طيب براود، خلي بالك هنا بقى براود فخور، I'm proud of this، انا فخور، دي صفه I'm proud of this. انما I have a pride معناها انا عندي فخر. حاجه زي الكي والان، الكي بتخاف من الان، نقول ايه knowledge يعني معرفه، knowledge. اوكي. mathematics اللي احنا بنختصرها بكلمه math. تمام. في فرق بين كلمه ماس MASS و MATH. ماس كتله، ماث رياضيات، ماس دي كده كتله، ماث رياضيات. طيب ميديسن طب، هيروغليفز اللي هي هيروغليفز اللي هي عايز اقولها بالعربي اصلا، الهيروغليفيه. هيروغليفز اللي هي ايه الهيروغليف، لا اللي بيرسم لك حمامه ومش عارف ايه، وفي الاخر عارفين اللي هي اللغه الفرعونيه بتتكتب اللي هي طريقه الكتابه الهيروغليفيه. كيرف ينحت، تلاقي مثلا ايه دخل عمل كيرف كيف يعني نحت كهف، عمل بيت من الجبل، او ينحت في الصخر، او ينحت حاجه اسمها كيرف. تمبل يقول لك سيمبل، تمبل اوف سيمبل يعني معبد ابو سيمبل. ريكورد يسجل، سيتيزن مواطن، تمام اللي هو المواطن المصري اهو كنت لسه اقولها لك. عندك مثلا ذا ايجيبشن سيتيزن المواطن المصري ايا كان. جراند ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري الكبير. تمام. هيستوريكال سايتس، هيستوريكال سايتس فيها هناخد كمان حاجه اسمها ايه الفرق بين كلمه هيستوريكال وهيستوري، اللي هو التاريخ نفسه هيستوريكال. تمام. وهيستوريان سايتس كل ده هناخده ان شاء الله. هيستوريكال دي معناها اثار، مواقع اثريه، هي اصلا حاجه فيها اثار. تمام. جنريشنز دي معناها اجيال، يعني مثلا انا من جيل التسعينات، انا مواليد 93، حضرتك جيل الالفينات، فاحنا كده في جاب بينا، في فجوه. انت في جيل اللي هو جيل الالفينات، انا جيل التسعينات، انا القرن ال20، انت القرن ال21. هتلاقي البطاقه بتاعتك مكتوب اخرها 3، انا البطاقه بتاعتي اولها 2. انت 3 انا 2، فده في فرق بقى اجيال. حتى مش شرط جيل اللي هو الانسان، لا لما تشتري لابتوب يقول لك الجيل ال14 ال15، تشتري تليفون يقول لك الجيل العاشر الجيل الثامن، اجيال. تمام. pollution تلوث، history تاريخ، gather يجمع، عشان كده جه منها كلمه together يعني نبقى سويا بس بالاي. الكلمه دي بقى سبحان الله، بص فرق الاثنين، فرق السماء من العمى. دي نط ودي نط، شوف انا مكبرها لك ازاي، دي نط ودي نط. بص الاولانيه توابل اللي هي مثلا ايه، ما عمليه التوابل اللي هو الملح والفلفل والبهارات والكلام ده، دي اسمها ايه؟ دي غير دي سبايسز ودي سبيتشز. لا الفرق بين الاثنين يا جين طبعا. بص كده بقى، توابل غير اصناف، يعني ايه مش فاهم؟ توابل سبايسز توابل زي الملح والبهارات والكمون والحاجه دي اسمها سبايسز، انما دي اسمها سبيتشز. الفرق بين الاثنين احنا قلبنا CI سبايسز، امشي معايا سبايسز. عايز تفتكرها CP وايس اللي هو الثلج، انما الثانيه سبيتش CI سبيتشز. السبيتشز دي معناها فصائل، يعني ايه؟ مثلا مش في حيوانات بس فصائل بقى، فصيله الحيوان، بس فصائل بيقول لك فصيله الانسان، فصيله الحيوان، فصيله اسمها ايه، فصائل اللي اسمها ايه الطيور، فصائل الزواحف، فدي فصيله حاجه كده فصائل. تمام اسمها سبيتشز. دي سبايسز والثانيه سبيتشز. اوكي. جرين حبوب. I aim، كان في اغنيه اسمه ايه ماهر زين لما بيقول لك I aim the every grain of sand. I envy every grain of sand، لما كان بيتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام. I envy every grain of sand معناها انا بحسد كل حبايه رمل. فجرين معناها حبه، مش شرط تكون حبه رمل، حبه ملح، حبه قمح، حبه اي حاجه اسمها جرين. جروث الهرمون، قصدي النمو، سوري، في حاجه عندنا اسمها GH اللي هو جروث هرمون، هرمون النمو، يعني كلمه نمو اسمه جروث. شيب شكل، والله بقول لك انا بشيب الحاجه دي، اعمل لها شيب حلو، شكل او يتشكل، تنفع دي ودي تنفع دي. مونيمونتس معناها لحظات، يعني بقول لك ايه، في شويه لحظات بتبقى في حياتنا يعني كان يعني. تعال نكمل. بريدج كوبري، لما بيبقى مثلا حاجه كوبري بتعدي من كوبري لكوبري اسمه بريدج، دي سهله. سنجل وحيد، لوحده، عايش لوحده، اللي هو واحد سنجل، تمام مش مرتبط. require يتطلب، ودي مهمه جدا بنستخدمها في الباراجرافز،
it requires some knowledge، يعني هي بتتطلب بعض المعرفة. it requires some experiences، يعني تتطلب بعض الخبرات. اسمها requires، يعني مثلا انت رحت تقدم على شغلانه it requires many qualifications، يعني تتطلب بعض المؤهلات. فكلمه require يعني يتطلب، فاهم؟ يعني انت مثلا انت تتطلب منك انت تذاكر، تمام؟ يعني مثلا اقول لك ايه، النجاح requires someone has determination، يعني النجاح محتاج حد success needs someone has determination. فكلمه need زي بالظبط require، تمام؟ كان يتطلب وعايز. يلهم inspire دي خدنا لسه قالها لك ان انت تلهم، يعني مثلا لكن مو صلاح inspires most of youth، يعني ايه مو صلاح بيلهم بعض الشباب. مجدي يعقوب inspires most of youth، معناه ايه؟ مجدي يعقوب بيلهم بعض الشباب او الكثير من الشباب، فاهم ازاي؟ كريستيانو رونالدو يلهم الكلام ده. نتكلم مثلا في ده التاريخ المعاصر، التاريخ القديم طبعا، الرسول عليه الصلاه والسلام inspires all Muslims، يعني ايه الكلام ده؟ بيلهم كل المسلمين، فبيلهمك بقى اللي انت بيلهمك بقى بافكار كبيره ان انت تحافظ على دي وتحافظ على دي والكلام ده. فدي الهام، وتبقى قاعد لوحدك كده تلاقي في انسبريشن نازل عليك، ده انا لو عملت دي هتبقى احسن، لو عملت فدي كده. ريستور لسه قايلها دلوقتي، بريزيرف لسه قايلها لك برضه، يحافظ. كالتشر، ايه الفرق بين كلمه كالتشر وسيفيلايزيشن؟ افهمك بالراحه. سيفيلايزيشن الحضاره، يعني الحضاره يعني تلاقي بقى عواميد السواري ومش عارف الاهرامات وابو الهول والليل، دي اسمها سيفيلايزيشن، حضاره كبيره. انما ثقافه في ثقافه بلد، دي ثقافه بلد، يعني عندهم ثقافه البلد دي بتقول لك ايه، ان العروسه مش عارف تلبس ابيض والكلام، دي ثقافه انا اخدت بالي. ثقافه الهنود غير المصريين غير العراق غير اليمن غير كل واحد له ثقافته، فاهم ازاي؟ وثقافه بقى. encourage يتشجع، to encourage، عشان كده من يجي encourage اللي هو شجاع. exchange يبدل، change اصلا يغير، exchange بقى يبدل، change يغير، انما exchange خد وهات. وعم عشان ايه؟ شطور مات. source مصدر، لو انا قلت resource مصدر برضه. price beauty جمال، beautiful جميل. the great pyramid خلي بالك التي كابيتال جي كابيتال البي كابيتال عشان ده اسم علم. archaeologist لسه قايلنا. radio host، كلمه host انا جاي عندك البيت فانا جست، انت هوست، انا جست انت هوست، انا جست، انا جست يعني انا جست GEUEST. جست دي معناها انا ضيف، انما انت مضيف، انت بتستضيف. architect دي معناها مهندس معماري، ربنا يرزقه. مهندس معماري ده الشخص اللي بيرسم العماره من بره بس، انما يصمم بقى ويقول لك هنا هنحط كام متر زلط وكام مش، ملوش دعوه، تمام؟ طيب progress تقدم. honor honor ده اللي هو الشرف، اتش سايلنت، honor اللي هو فيه شرف، اسمها honor. contribute الكلمه دي بتفضل، كانت فاضله معانا ثالثه سنه 2025 وهتلاقيها في ثالثه سنه 2026 موجوده. to contribute ان انت تساهم بقى في انجاز حاجه، تساهم في مشاركه كذا، تساهم في بناء مسجد، تساهم في المذاكره، تساهم في عمل المطبخ مع مامتك، دي اسمها to contribute. contribution يبقى فيه اسهام، مساهمه، اسمها ايه؟ contribution. protect يحمي، protect. these sunglasses protect my eyes. يعني these sunglasses protect my eyes، يعني النظاره دي بتحمي عينيا، ودي اسمها protect يحمي. طيب restoring عمليه الاستعاده. challenges يعني تحديات. economy يعني الاقتصاد، علم الاقتصاد ده اسمه economy، يعني حاجه ايه؟ it's very economy يعني علم الايه؟ الاقتصاد. نرجع ونقول اهم حاجه عندك في الكتاب او اهم حاجه عندك، وافتكر كلامي، دي اللي بيجي منها امتحانات الشهور وامتحانات اخر السنه، هي المربع الجميل الحلو ده اللي هو الديفينيشنز، او بنسميه في اي كتب الكي فوكابلرز، الكي او المين فوكابلر، هي الديفينيشنز. بصوا civilization, crossroad, heritage, merchant, monuments, neighborhood, we trade، دول يعتبروا اهم الكلمات اللي موجوده في المنهج او الوحده دي حرفيا. بتجي لك في الامتحان ازاي؟ تعالى نحل مثلا سؤالين ثلاثه، بعد كده ايه؟ انت هتاخد دواجن. مثلا ancient Egyptian was famous for along the river Nile، يعني ايه الكلام ده؟ تاني قال لك ان المصريين القدماء كانوا مشهورين بايه؟ along the river Nile، كانوا مشهورين بايه؟ بالحكومه، sacrifice التضحيه، تمام؟ ولا trade التجاره، ولا writing الكتابه؟ كانوا مشهورين بالتجاره اهو، التجاره along the river Nile يعني ايه؟ عبر او خلال او نهر النيل، كانوا بيتاجروا في النهر النيل، كان اللي هو تريد، مشهورين ان هم كانوا بيروحوا ويسافروا ويعملوا عن طريق نهر النيل. طيب نفس الحوار A park was built in the center of our، يعني الكلام ده الحديقه مبنيه في السنتر، في وسط of our ايه؟ of our heritage trust بتاعنا، ولا النيبرهود الجيره بتاعتنا. ميركنت اللي هو التاجر، ولا مونومنت الاثار، فانت بتقول ايه؟ نيبرهود، وهكذا. بتبتدي تشوف اللي فوق، بص هتلاحظ ان احنا بنسبه كبيره بنجيب في الحاجات اللي هي
القويه. تمام. يلا بقى ندخل على ده هتحله يا حماده، هسيب لك البي دي اف عشان هنحله ان شاء الله مع بعضين. تعال ندخل على الاكسبريشنز والبريبوزيشن. يعني اكسبريشن يعني اللي هي اكسبريشن اللي هو التعبيرات، والبريبوزيشن يعني حروف الجر. تعالى بقى نشوفهم مع بعض كده. اول كلمه بص يا باشا، كلمه بي طبعا لو انت تابعت الكورس التاسيس هتعرف ان بيطلع منها ام واذا وار ووز وير الكلام ده كله. براود اوف والفعل زائد ان جي وناون. يعني ايه مثلا؟ او ناون يعني مثلا ايه I'm proud of myself، انا فخور بنفسي. I'm proud of being in this place، يعني انا فخور كوني موجود في المكان ده. تمام. وهكذا. as center of، اعلمك حركه حلوه قوي. كلمه center ممكن تكتب CENTER او CENTRE، ده صح وده صح. a crossroads for trade يعني مفترق الطرق للتجاره. فاكر انت لما بتمشي على الجي بي اس وتركب راكب، بتبقى راكب اوبر يقول لك ايه؟ الاتجاه يمينا عند مفترق الطرق، فدي اسمها مفترق الطرق اللي هي crossroad. a source of inspiration for يعني انه مصدر الهام لي. يقول لك مثلا ايه؟ مجدي يعقوب is a source of inspiration for most youth. يعني ايه الكلام ده؟ مجدي يعقوب هو مصدر الهام للشباب. across the deserts عبر الصحاري. across the desert. في كلمه ثانيه اسمها desert. في فرق بين كلمه desert و dessert. dessert دي حلويات. فاكر فيلم احمد حلمي لما كان بيقول له عسل اسود في ديزرت؟ راح قاعد كده بص له. ديزرت دي يعني حلويات اللي هي بسبوسه وكنافه والحاجات دي كلها، فدي اسمها. انما ديزرت دي صحاري. carries that it's past with it، تحمل ماضيها معنا، زي الاهرامات والكهوف والبيوت القديمه. تتفرج على بيوت فلاحه قديمه كده يقول لك oh they carries او it carries its past with it، يعني تحمل ماضيها معنا. curve into this cave يعني ينحت في الكهف، ينحت في السكلابتشر في التمثال، فدي اسمها crave. contribute to يساهم مثلا، contribute to يشارك او contribute to building something، يساهم في بناء وهكذا. make a contribution to يقدم اسهام لي. make a contribution to. بص يا شباب، انا عارف ان الدنيا لسه في الاول يا نهار ابيض يا جينو نحفظ ده كله، يا نهار اعمل ايه مش عارف. لا يا حبيبي بص، عشان تبقى فاهم بس الدنيا ماشيه ازاي، انت مش هتحفظ الكلمات دي كلها للاسف. يعني واحد يقول لي يا الله فرحت، لا يا حبيبي بص، انت بتحفظ ليه؟ انت لسه في سنه اولى ثانوي ان شاء الله، في ثالثه دفعه 2025. كنت دايما بقول لهم يا جماعه اسمعوا كلامي، يا جماعه اسمعوا كلامي، وفي الاخر اتصدموا يعني وقال لك جينو كان على حق، وسمعتها الحمد لله بودني من الاف الطلب. الحمد لله السنه اللي فاتت 2025 كان معانا كام الف طالب جابوا 60 من 60، اسالوا الدفعات الحمد لله اللي فاتت، والاف بالالاف كده كانوا جايين معدين ال 50 من 60. دي اللي سمع كلام جينو، الباقي بقى ماليش دعوه، كان بيراجعوا معاه على اليوتيوب بس، فاهم؟ فانا كنت دايما بقول لهم يا جماعه يا جماعه الانجليزي ده لا منتهي، هيفضل معاك حتى بعد الثانويه، هتدخل بيه الكليه هتحتاجه، فانت اهتم بيه. انا ما بقولكش تحفظ، افهم انت، علم شوف ويجي. ما تحفظش اي ماده في حياتك، اوعى تحفظ، لو حفظتها انت تروح في 60 في سلامه. ما تحفظش اي حاجه. الانجليزي ده بقى اسلوب حياه دلوقتي، حتى احنا في الشركه والكلام ده كله، انا معظم الكلام هنا معاهم بالانجلش، ده غصب عننا. الايميلات او الحاجات دي كلها انجلش، لان دي اللغه الرسميه. مثلا هنكتب عربي والكلام، مش هتلاقي الموضوع سهل، مش تناكه مننا ولا حاجه، لا والله. انا مش تنك مثلا اتكلم بالانجليزي واو، لا، لان دي لغه العصر، الناس كلها قاعده تتكلم كده، فغصب عني لازم اتعلم كده. انت شاطر في الانجليزي يا جونيور، طب كل الناس شغاله معايا كلهم ما شاء الله قاعدين بيعملوا كل حاجه بالانجليزي، فطبيعي لما حتى هتاخد كورس احترافي رهيب هتاخده بالانجليزي، فاهم؟ روح خد كورس MBA، خد DBA اللي هو ماجستير اداره اعمال، او خد اللي هو دكتوراه في اداره الاعمال، او خد اي كورس محترف احترافي رهيب ايا كان، افتحه على اليوتيوب ده بالانجليزي. فانا بحببك في الماده، مش بقول لك تقعد تحفظ بقى ويا فرحتي انا عارف ذا جراند THEGRANDEGY. ده تانية ابتدائي اللي انت بتعمله ده يا حبيبي. حب الماده عشان الماده تحبك، عشان بعد كده نفسك تتكلم. روح ويجي واشرح لدي وقول لها the great او the grand Egyptian museum is كذا، ده انا اقول كذا واعمل جمله واعمل كذا، هتلاقي نفسك بتتكلم. طبعا ده مش منه وليده، انت لسه في سنه اولى. لو عملت اللي انا بقول لك عليه ده في خلال 3 سنين هتدخل الكليه بتتكلم انجليزي اصلا. تاني نقول تاني، خد الجمله قولها، كررها مع نفسك، اشرحها مره واثنين لزمايلك، مع زمايلك عشان يحسدوك، للدب اللي عندك، للبي باج اللي قدامك ده، للكرسي اللي قدامك، اتكلم انت، خرج الطاقه اللي جواك واتكلم. هتلاقي نفسك كمان 3 سنين فلوينت في الانجليزي. يعني فلوينت طليق في اللغه، بس الاكسنت مش الطف حاجه، مش مهم. المهم انا بحببك والله مش اكتر. travel along the Nile يعني يسافر عبر النهر، نهر النيل او اي نهر. for example دي مثال، I see your point، افهم وجهه نظرك، او I see you انا فاهمك. طيب I understand you انا فاهمك. lead to تؤدي الى. بص كده علبه السجاير تلاقي دايما يقول لك ايه؟ السجاير تدمر الصحه وتسبب الوفاه.
تؤدي الى الوفاه. ف it leads هي واحده it leads to death يعني الموت. move forward تتقدم للامام، تقدم وكفايه خلاص ايه تتندم. طيب one way to يعني ايه طريقه واحده. play a role يلعب دور. في فرق بين كلمه role ورول. رول قاعده، رول اللي هي دور. take pride in يفخر بيه. take turns يتناوب الادوار، يعني ايه تعالى انت مكان وانا اجي مكانك فيلا نبدل، دي اسمها take turns. The Grand Egyptian Museum خلاص قلنا اللي هي المتحف الكبير. تعالى بقى الحاجه عندنا اسمها synonyms. يعني ايه synonyms؟ المرادفات، كلمه مرادف كلمه. الكلمه دي زي مثلا قلنا قديم هي كلمه عتيق بالعربي بقول مثلا، فهنا الكلمه دي بالانجليزي لها كلمه ثانيه بتمثلها في اللغه الانجليزيه. alive على قيد الحياه، هي living او breathing معناها يعني لسه في النفس، لسه في الروح يعني. طيب ancient لسه قايله لك اهو هي old او antique اللي هي الانتيكه يعني antique. curve هي shape هي cut. deep هي profound far down. essential هي necessary او important. طيب harmony انسجام، هي coordination او agreement، في توافق في ترابط. تمام اوكي. consistency اللي هي في كلمه ثانيه اسمها consistency يعني معناها التلاصق او التلاحم، كلمه تقيله شويه. historical تاريخي past او old. knowledge learning wisdom. national هي patriotic we state. طيب significant هي important او meaningful معناها ذات معنى. united تمام موحد. وعندك كلمه ايه together او joy. طيب عندك بقى العكس بقى، احنا خدنا السينونيمز، في كلمات بقى عكس الكلمات، يعني مثلا لك ايه عكس كلمه old اللي هو قديم نيو جديد وهكذا. طيب عكس كلمه alive، يعني ايه كلمه alive ده معناها واحد على قيد الحياه، اكيد عكسها ايه dead ميت اهو. دي بقى الحاجات المهمه دي برضو بيسالك فيها كتير جدا. تمام dead و lifeless اللي هو بلا حياه او ميت خالص راح مفيش في الروح. تمام ancient قديم قوي وقديم جدا، فعكسها مودرن او نيو. ممكن تقول فاشونبل على الموضه مثلا عادي. كيرف ينحت، عكسها ايه بقى يلحم تمام او يوحد. اللي هي كومباين تمام ويونايت. طيب يونت في كلمه يونت لوحدها وحده، لك يونت 1 يونت 2 يونت 3. يونت اللي هي ايه وحده او يضم. ديب عميق، عكسها ايه على السطح. شالو او سيرفيس اللي هو ايه حاجه سطحي. طيب essential هي كلمه ضروري، عكسها unnecessary او optional دي معناها اختياري، حاجه اختياريه انت بتختار براحتك. انما لما اجي اقول لك ده ضروري نعمله يبقى ده ضروري، انما لما عكس ضروري لا ده عكسها ايه حاجه اختياري. تمام انسجام هارموني، في انسجام بيننا، في طبعا ما دام في انسجام بيننا يبقى في عكسنا ايه غير توافق او في صراع او في عدم اتفاق. فكونفليكت يعني صراع او disagreement عدم اتفاق. historical حاجه تاريخيه، عكسها ايه حاجه جديده. current حادث او modern. knowledge معرفه، عكس المعرفه جهل او عدم المعرفه. ignorance او illiteracy دي معناها الجهل او الاميه. تمام national وطني، عكسها ايه طبعا حاجه وطنيه حاجه عالميه. تمام foreign international. طيب significant مؤثر او مهم، عكسها unimportant او trivial دي معناها تافه حاجه تافهه يعني trivial. مهمه قوي الكلمه دي. طيب united او united دي موحد، حاجه موحده عكسها ايه حاجه مفرقه. تمام divided او separate يعني ينفصل او منفصل عن الحاجه او مقسم. تمام طيب تعالى بقى حاجه عندنا اسمها language، ده اللي انا قلت لكم عليه language notes، يعني دي مهمه قوي لانك لو فهمتها بالله عليك افهم الحاجات دي ليك انت عشان هتلحقك في ثانيه وثالثه. تمام سواء انت بقى بكالوريا سواء نظام عادي، افهم الكلام اللي بقول لك ده عشان اللي جاي اللي فات حماده واللي جاي ايه قم حماده، فليله طويله يعني. الحاجات دي مهمه جدا ودي هتشوفها كتير في اولى وثانيه وثالثه وهتوفر عليك كلام كتير جدا. تعبت في اولى هترتاح في ثانيه وثالثه، اسمع بس كلام اخوك الكبير. تمام historic وهيستوريكال، ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ ايه الفرق بين كلمه هيستوريك وهيستوريكال؟ خد التقيله الاثنين معناهم تاريخ. الله طب انا افرق بينهم ازاي؟ جيم نقرا الكتاب بس، نقرا الجمله دي سيبك من العربي انت هتفهمها لوحدك. The signing of the peace treaty was a historic moment. ماشي. The museum was many historical documents. انا مش فاهم حاجه. بص يا معلم بيقول لك الامضه اللي هي peace treaty اللي هي معاهده السلام كانت حاجه لحظه تاريخيه. تمام
انما هنا قال لك ان المتحف ده فيه وثائق تاريخيه، برضه مش فاهمها حاجه. بص يا سيدي، نعتبر مثلا الكتاب ده انا بفتح مقبره لقيت الكتاب ده، انا لقيته، فالكتاب ده لقيته في المقبره، ده دليل ان الكتاب ده ايه؟ كتاب اثري، يعني كتاب بقاله مثلا 1000 سنه، فالكتاب ده اثري قوي، كتاب قديم قوي قوي قوي، او كتاب اثري. فالكتاب ده دلوقتي اسمه هيستوريكال، حاجه اثريه، يعني مرتبط بالتاريخ وله علاقه بالماضي، لكنه مش شرط يكون مهم جدا، بس هو قديم، لقيت كتاب بقاله كام 1000 سنه في المقبره، فده كتاب هيستوريكال. طيب انا رحت اشتريت من العتبه كتاب الراجل مؤلفه بقاله يومين اصلا، بس كتاب بيتكلم عن التاريخ، عن التاريخ الفرعوني، كتاب اهو لسه جديد بقالوش يومين، فالكتاب ده كده هيستوريك بوك. يعني هيستوريك بوك كتاب متعلق اهو، مسجل فيه التاريخ او تركز على حاجه بنتكلم فيها عن التاريخ، بس ده الفرق. فاهم الكلام؟ هيستوريكال حاجه اثريه تاريخيه، زي مثلا ايه البيراميدز دي هيستوريكال سايت، ده موقع اثري. شارع المعز ده هيستوريكال. انما انا في شارع المعز لقيت واحد بيبيع كتاب بيقول لك الكتاب ده بيعرفك شارع المعز ده ايه واصوله ايه ورايحه فين وجايه منين، فالكتاب ده هيستوريك. اوكي طيب، هيرتج وهيستوري، ايه الفرق بين التراث والتاريخ؟ لا في فرق كبير جدا. يعني مثلا we must protect our heritage for future generation، مش فاهم، لازم نحافظ على التراث بتاعنا عشان الاجيال اللي جايه. التراث ده بيبقى مادي او معنوي، زي الاثار، العادات، الموسيقى، الحرف، ممكن تكون ملموسه او غير ملموسه. يعني مثلا التراث بتاعنا بيقول مثلا تلاقي ايه ان احنا بنبوس ايد بابا، مش عارف، ده تراث يعني حاجه بنحترم الاب والام، ده ارث واخدينه. زي تلاقي العرب في سينا حاجه، والناس في الصعيد لهم تراث حاجه، تلاقي الرقص مثلا بالطبله او بالمزمار، بالربابه، بالسمسميه، كل ده تراث. تمام. انما هيستوري ده تاريخ، حاجه بقى تحديث سجل للتاريخ، التاريخ بقى الفراعنه، تاريخ المصريين القدماء كلهم، تاريخ بابل، تاريخ مش عارف مين، فبيتكلم عن الهيستوري. اوكي طيب تعالى بقى نشوف التقيله. في عندنا حاجه اسمها civilization وكالتشر وتراديشن، وفي حاجه ثانيه اسمها هابت. حلو الكلام. هابت دي معناها ايه؟ عاده. مش فاهم. civilization حضاره، كالتشر ثقافه، tradition and في كلمه ثانيه اسمها tradition and custom and traditions تقليد. مش فاهم حاجه. تاخد مثال، الحضاره دي درجه عاليه من التنظيم والعلوم والعماره والكتابه وبلا بلا بلا، يعني المصريين القدماء عندهم سيفيلايزيشن عاليه جدا، تلاقي بقى ثقافه، قصدي عندهم حضاره رهيبه، تلاقي بقى الطب، في الهندسه، في الفلك، في فده اسمه civilization. Ancient Egyptian is one of the greatest civilizations in history. يعني المصريين القدماء او الحضاره المصريين او المصريين القدماء كانوا من اعظم الحضارات الموجوده في مصر، او مصر القديمه من اعظم الحضارات اللي موجوده في التاريخ اصلا. تمام. تعالى بعد كده كلمه كالتشر دي ثقافه بقى، ثقافتك لو مجموعه القيم والعادات والفنون واللغه اللي انت جمعتها في حياتك او اتجمعت. Learning a new language helps you to understand another culture. يعني ايه؟ يعني ان انت تتعلم لغه جديده، دي بتساعدك ان انت تفهم حضاره، ثقافه، قصدي حاجه ثانيه زي ثقافه الهند، انا عايز افهمهم فبتعلم اللغه بتاعتهم، ففهمت ثقافتهم، فاهم ازاي بيتكلموا عن ايه والكلام ده. Tradition دي بقى عاده بتتورث بقى من جيل لجيل. زي مثلا ايه it is a tradition in our family to gather نتجمع every Friday. في عاده متعودين ان احنا كل جمعه والله ان احنا بنتجمع، كل اول شهر العيله كلها بتتجمع عند البيت الكبير في الدوار، فكده دي اسمها tradition. اول ما بروح اخطب بحط 200 جنيه تحت الصينيه، فاهم؟ فدي اسمها tradition. الفستان الابيض بالبدله السوداء، ما العروسه بتلبس فستان ابيض ليه؟ عشان ده اجمل يوم في حياتها. عرفت ليه العريس بيلبس اسود؟ بس سهله يعني. raise الرز، وفي اروزن وفي ليله ثانيه حضرتك. raise مفعول بيجي بعدها مفعول، يعني ايه؟ يربي، يجمع المال او يرفع. his friend raises cattle and sheep. cattle دي معناها قطيع من غنم، البقر، الجمايس، الكلام ده كله، وشيب يعني خرفان. raise هنا معناها يربي. he raised a lot of money for charity معناها تبرع. دي جت في امتحان الاسترشادي ثالثه ثانوي 2025. متخيل؟ he raised a lot of money for charity، يعني هو تبرع بكثير من المال للشاريتي. فهنا raise هنا معناه ربي، وهنا معناه ايه؟ تبرع. ما تخافش اديك البي دي اف، ما تخافش. raise your hand if you want to answer، يعني ارفع ايدك لو انت حابب ايه تجاوب، ارفع ايدك لفوق، دي اسمها raise your voice، ارفع صوتك، علي صوتك. rise rose risen، rise دي برضو معناها بدون مفعول، بيبقى معناها بتنهض وتشرق ويستيقظ والكلام ده كله.
The sun rises in the east. يعني الكلام ده يعني الشمس تشرق من المشرق. The sun rises in the east يعني الشمس تشرق من المشرق. When the visitor entered, all students rose. يعني عندما دخل الزوار تمام قام الطلاب، نهض الطلاب، قام. I rise at 8 in the morning. يعني ايه؟ انا صحيت الساعه 8 الصبح. طيب. Arise أو arise يزيد عن الحد أو يحتدم أو ينشأ. يعني a lot of problems arise because of misunderstanding. أو يعني ايه الكلام ده؟ كتير من المشاكل بتقوم أو بتنشأ أو بتبقى موجودة بسبب عدم الفهم. تمام؟ اسمها فهم مش فهم، فهم. تمام؟ arise. arouse دي بقى يثير أو يوقظ. يعني ايه؟ his stranger behavior يعني السلوك السيء بتاعه aroused my suspicion يعني أثار فضولي أو شكي. الواد قاعد يتلفت كده كل شويه يعمل كده، فبدات ان انا احس ان هو هيز فيشي. يعني ايه فيشي؟ مريب. فيش واحد يقول لي مش فيشي دي معناها سمكه، لا فيشي ده معناه مريب، ريحته وحشه، مريب كده. فهنا stranger behavior aroused بدا يثير يقلقني. فاهم ازاي؟ فدي زيها. ساوند بقى لها كذا معنى، عد معايا. ساوند معناها يبدو، معناها صوت، معناها سليم او معقول. ايه ده يا جينو؟ ده احنا ما خدناش الكلام ده في ثالثه اعدادي الكلاس قبل الشريح، احمد ما ادتنيش الكلام ده يا حبيبي، انت بقيت في ثانويه عامه. في ثانويه عامه حماده. تمام؟ ابو سيد، ابو سماح، انت بقيت في ثانويه عامه بطه. طيب he sounds appears seems happy today. ممكن اقول he sounds happy، يبدو علي انه مبسوط. I tried to open the door without sound. يعني انا حاولت ان انا افتح الباب من غير اي صوت. as my father was asleep. كان بابا نايم. معقول. I was happy to see that my mother was in a sound state of health. يعني أنا كنت مبسوط جدا إن أنا شفت ماما في أحسن صحة، في صحة سليمة. طيب. He always gives me some sound advice. بيديني نصايح جميلة جدا معقولة. تمام؟ فهي حسب الجملة اللي موجودة فيها. ما تخافش يا أبو سيد، كل ده محلول وهيتحل عليه. Don't worry. خدت بالك من worry، خدت بالك من الأكسنت. Don't worry. drop fall. drop يسقط وفول يسقط. الله. إيه الفرق؟ drop يسقط او يرمي شيئا، هنا بقى يقع بس ما يجيش بعدها مفعول. فاهم؟ while I was walking I dropped my mobile. يعني وانا ماشي وقعت مثلا، انا بروح ايه dropped my هنا pen وقعت القلم او my marker. while I was walking I fell and broke my leg. انا اللي وقعت كده وبعدين ايه رجلي اتكسر. in او at او by the end. في فرق بين in the end او at the end او by the end. ايه الفرق؟ in the end يا اخيرا. مثلا واحد قال لك ايه اخر الشارع هناك، او المول، اي مول، الراجل البيت، الراجل اللي هناك ده اخر الشارع. فضلت تمشي يا عم بتاع في الاخر اللي وصلت يا in the end اخيرا the problem was solved by our great teacher. يعني المشكله اخيرا اتحلت يا جدع بالمدرس بتاعنا. at the end في نهايه الشيء. at the end of this lesson we will solve some problems. We will solve مش عارف ايه. At the end of this road في نهاية الطريق ده هتلاقي جاركم. تمام؟ هو قال لك at the end بس انت in the end لقيت الحاجة. فاهم ازاي؟ By the end of the year في يعني بحلول نهاية السنة. By the end of بحلول الحلول نهاية الشهر، نهاية السنة، نهاية الأسبوع وهكذا. Every day و every day. Every day لازقة في بعضها معناها يوم. Every day every لوحدها ودي لوحدها معناها كل يوم. تمام؟ دي صفة ودي ظرف. ازاي؟ every day should work hard to provide his every day. everyone should work hard to provide his every day. الناس كلها لازم تشتغل بجد عشان to provide يوميا to provide his every day اللي هو الكوتا يومي. طيب انما هنا students او مثلا اقول لك ايه every day لازقه في بعضها news. يعني الكلام ده الأخبار اليومية، فدي يومية. طيب students go to school every day. أو ممكن أقول مثلا I pray every لوحدها اهو وday لوحدها. I pray every day معناها أنا أصلي كل يوم. أوكي؟ تعال نجار. هنا بقى المرة دي يا معلم بيجي ده السؤال بقى، أنت طبعا لسه في سنة أولى مش فاهم أي حاجة. بيجي يقول لك اختار 2 من أصل 5 تجاوبها. هنا بقى ترجع يقول لك ايه the patient is still alive after the accident. the synonym هنا معناه مرادف. عرفت بقى ايه لازمه المرادفات؟ مرادف لكلمه alive. يعني ايه alive؟ احنا قيد الحياه are. دي ميت breathing في النفس living يعيش او العيش lifeless shallow.
نعمل احنا ايه بقى؟ احنا الاجابه دي او دي، بس انت بس هتعمل ايه؟ انت لسه بقى ايه اول مره هتعمل ايه؟ تروح رايح راجع للسينونيمز. احنا قايلين اهو alive living وبريثنج، فانت روح راجع تاني، عرفت بقى ان الحاجات دي مالهاش، مفيش حاجه اسمها مالهاش لازمه، فانت تعمل ايه؟ اعمل كده اهو breathing وليفنج. تمام؟ زي الفل. وهنا قال لك سينونيمز، عكس سينونيم انتونيم. يعني ايه انتونيم؟ عكس كلمه يونايتد متحد. عكس متحد ايه؟ منقسم. دور انت هتجيبها. المنقسم اللي هي كلمه divided وكلمه separate، يعني منفصل. ده هنحل يوم الخميس ان شاء الله. تمام؟ كده تمام يا باشا؟ تمام زي الفل. طيب تعالى بقى ندخل على عمنا وعم عيالي الجرامر. كده احنا خلصنا الكلمات. فانت لو الدنيا مش يعني ما تاخدهمش ورا بعض، وقف الفيديو. تمام؟ افهم الكلمات النهارده بكره براحتك، وحل عليها وبراحتك خالص والدنيا جميله. بعد كده افهم الجرامر وحل عليه براحتك وكل حاجه، بس بالله عليك ابوس دماغك يا ابو سيد، انا بكلم طلاب المنصه دلوقتي، ابوس دماغك ما تدخلش حصه الواجب او حصه الحل وانت مش حل. والله هتزعل وهتتضايق. حل غلط. المعلومه اللي بتتعب فيها عمرك في حياتك ما بتنساها. المعلومه اللي بتتعب فيها عمرك في حياتك ما بتنساها. تمام؟ حاجه صغنونه قبل ما ندخل بس في موضوع الباست سيمبل او الجرامر. احنا الناس على المنصه احنا عارفين، الناس اللي اول مره تعرف، احنا عاملين حركه حلوه قوي بجد. انتوا عارفين منصه مناهج؟ دي منصتي انا، سي او بتاعها، انا الفاوندر اللي هو مش منصه بس بتاعت الانجليزي بتاعتي انا، لا فيها كل المدرسين، بس انا بقى الفرد الاساسي بتاعها، فاهم ازاي؟ وانا صاحب المنصه اصلا. فعندنا عامل حركه حلوه، اللي بياخد مع جينو الترم كامل، باقه الترم كامله، بنديله شهر مجانا في مادتين تانيين او 3 مواد. هو بيختار بقى عربي، فلسفه، علم نفس، جغرافيا، اللي نفسك فيه، احياء، كيمياء، فيزياء، اللي انتوا بتاخدوها، علوم متكامله ما تعرفش. فده اللي انا بتكلم فيه. كلم بس الرقم الجميل الحلو ده، ولو بتبقى حابب ايه تبقى معاك حلو الكلام. بس ده اللي انا قصدي عليه، عشان ايه الناس تبقى فاهمه. وبالله عليك ابقى حل الكلمات ده وانت داخل. فاستاذنك توقف الفيديو لحد هنا، تفهم الكلمات والدنيا جميله، وبعدين ترجع للجرامر او شرح الجرامر. هندخل بقى مع بعض درس الجرامر اللي هو بالبلدي كده القواعد. طيب احنا عندنا دلوقتي، انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالدنيا هتبقى بسيطه معاك، وان شاء الله انت هتشوف فرق الشرح بطريقه جميله جدا، والشرح هيبقى بطريقه بسيطه باذنك انت يا رب. تمام؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في الجرامر احنا عندنا حاجه اسمها الماضي البسيط. طيب مين هو الماضي البسيط ده؟ قبل ما ندخل يعني نعرف ماضي بسيط، احنا عندنا في الانجليزي كام زمن اصلا؟ حد يعرف؟ احنا عندنا 12 زمن في اللغه الانجليزيه. المفروض تعرف الكلام ده عشان انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا 12 زمن، جم منين؟ عندنا مضارع، حلو، وعندنا ماضي، وعندنا مستقبل. بس نغير القلم خليه اللون الابيض اهو. مضارع وماضي ومستقبل. في بسيط وفي مستمر وفي تام وفي تام مستمر. ركز بقى كده، هتلاقيهم اهو، هتلاقيهم 3 في 4 ب 12 زمن. يعني ايه؟ مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام، مضارع تام مستمر، اللي هو present simple، present continuous، present perfect، present perfect continuous. تمام؟ نفس الحوار ماضي بسيط اللي هو past simple، past continuous الماضي المستمر، past perfect، past perfect continuous اللي هو الماضي التام مستمر، مستقبل مستمر اللي هو future simple، future continuous المستمر، future perfect، ونفس الحوار مستقبل التام مستمر. طيب ده احنا عندنا 12 زمن في الانجليزي. فالنهارده ان شاء الله هناخد حاجه اسمها الماضي البسيط في المبني للمعلوم ومن للمجهول. هنعرف كل ده ان شاء الله في الدرس الجميل الحلو ده. انت لو فهمت الازمنه كويس وانت طالب لسه في اولى، هتلاقي نفسك بتحل في ثانيه وثالثه وانت حاطط رجل على رجل وتحل حاجات كتير وتربط ده بده، بس لازم تفهم الزمن كويس. تمام؟ ندخل نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه ماضي بسيط؟ احنا بتشرح لنا، قول لنا الماضي البسيط وحدث شيئا في الماضي وانتهى. طب هو ماضي، اقول ماضي؟ يعني بنت اسمها لبنى، هي اتسمت لبنى عشان اسم لبنى. طب واحده اسمها الاء، هي اتسمت الاء عشان كلمه الاء؟ لا، بقول الاء يعني نعمه، فكلمه الاء يعني النعم، فببتدي اعرف حاجه بعرف بحاجه ثانيه عشان افهمها. تمام؟ فاذا كلمه ماضي لما اجي اقول لك ماضي بسيط وحدث شيئا في الماضي وانتهى، يبقى انا كده عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجه. انما كلمه ماضي يعني هو حاجه حصلت من فتره وعدى عليها الزمن وخلصت، مش فاهم حاجه. يعني جيت قلت لك مثلا انا والله من ساعه مثلا شربت قهوه، بس خلاص كده انا شربت قهوه من ساعه. انا امبارح كنت بذاكر لمده يوم او ذاكرت امبارح وخلاص، هذا حاجه حصلت وانتهت وخلص الموضوع من فتره عدى عليها الزمن، فعدى عليها الزمن فبقت ماضي بسيط. طيب وخلي بالك الماضي البسيط ده تكوينه سهل قوي قوي. احنا اتفقنا عندنا كام زمن في الانجليزي؟ شاطر، احنا عندنا 12 زمن يا مساعد. تمام؟ 12 زمن. طيب الزمن الوحيد في ال 12 زمن بياخد التصريف الثاني للفعل. تمام؟ يعني مثلا عندنا فعل finish،
finish يعني ايه؟ يخلص او ينهي. الماضي منها FINISHED، يا اما بنحط ED ودي حاجات بديهيه، ده كلام عادي يعني، تمام. او حاجه irregular يعني غير منتظمه، eat الماضي منه ate، فاحنا عايزين التصريف الثاني ده، تمام. فالماضي البسيط بيتكون من ايه؟ من التصريف الثاني للفعل. في بعد كده بقى التصريف الثالث برضه بنحط له ED او eat ate eaten، التصريف الثاني ده اسمه البي بي اللي هو التصريف الثالث. انما احنا عايزين التصريف الثاني اللي هو ده كده هو الماضي البسيط بكل اختصار. طيب بنستخدمه ليه؟ زي ما احنا قلنا بنستخدمه عشان حاجه حصلت من فتره وعدى عليها الزمن وانتهت. يعني جيت قلت لك ايه؟ انتهت الموضوع خلص. انا كنت عايش في البيت ده 2015، يبقى ده دليل على ايه؟ يبقى انا نقلت من البيت اصلا. انا قلت لك في 2015. انا كنت شغال مدرس في 2010، يبقى انا كنت شغال مدرس ودلوقتي حاجه ثانيه، بقول مثلا يعني، تمام. انا كنت شغال مثلا نقاش لحد وانا عندي 28 سنه، فخلاص الموضوع خلص. انا شغال نقاش دلوقتي؟ لا، شغال مدرس. فده نفس الحوار، ده عدت فتره، تمام. انا قلت لكم انا من 2015 مدرس، ده بجد، بس دي بنسميها ان شاء الله ناخدها بعدين حاجه اسمها المدرع التام، حاجه حصلت وسابت اثر مالناش دعوه. طيب تعالى نرجع للPDF الجميله دي ونشرح واحده واحده عشان ايه؟ ما نعديش اي حاجه خالص. طيب بيتكون من ايه؟ زي ما احنا قلنا التصريف الثاني للفعل اهو، الباست سمبل تنس، كل ده هنعرفه. بنحط اي دي والكلام ده كله، و didn't wasn't، ده كلام بقى ايه؟ غريب شويه. تعالى بقى يا معلم، ممكن نستخدم حاجه زي دي. ايه دي؟ احنا قلنا التصريف الثاني للفعل. طيب قال لك ان انت لما تلاقي كلمه was aware، خلي بالك بقى من الحته اللي جايه دي، was aware هنا مع المفرد، نخليها بس بلون اصفر معلش، هنا مع المفرد اهو وهنا مع الجمع برضو. ثانية واحدة، اللي دي اصفر دي ابيض ودي اصفر، ودي كده هتبقى اصفر اصلا. طب نخليها ابيض، نخلي دي اصفر، دي اصفر اهو. طيب هنا ايه؟ جمع، يعني ايه؟ ووز مع هي وشي وات واي، يعني بس لازم زائد اي شيء غير الفعل عشان يطلع لك كان. نفس الحوار، زائد اي شيء غير الفعل عشان يطلع لك كان. يعني مثلا اقول لك ايه؟ I was مثلا I was busy yesterday. يعني ايه I was busy yesterday؟ معناه انا كنت، ده فعل اساسي في الجمله، ده كده مساعد؟ لا اساسي. اساسي يعني ما اقدرش استغنى عنه، يعني من الاخر ما بيجيش بعده فعل، لان المساعد مساعد، ما هو مساعد عامل زي الطيار المساعد، مساعد ده طيار اساسي وده طيار مساعد، ده بيساعد ده. انما الفعل الاساسي هو لوحده، ما بيجيش بعده حاجه تاني. في فرق بين المساعد والاساس، ده اساسي. I was busy yesterday. عايز اقول مثلا they were busy yesterday مثلا. باباك ومامتك ما جوش الحفله ليه؟ والله ده كانوا في الشغل وكانوا مشغولين. ف they were busy. busy دي صفه مش فعل، تمام، عشان تبقى فاهم، لان لو جه بعده فعل حاجه تانية خالص ما علينا. هو دلوقتي جه بعده اي حاجه غير الفعل، فده ماضي بسيط معناها كان. اهي ده اللي احنا شرحناه، was او where، was او ايه او where. طيب تعالى بقى ندخل، عندنا حاجه كمان احنا هناخدهم واحده واحده. عندنا حاجه تانية اسمها did. did دي لها طريقين، الطريق الاولاني اساسي والطريق الثاني اللي هو مساعد. تعالى ناخدهم واحده واحده اهو. اساسي يعني ايه اساسي؟ انت كده فهمت اساسي. اساسي يعني بعده حاجه غير الفعل. مساعد يبقى بعده فعل اهو، سهل اهو. اساسي معناها يفعل، فعل، لان الماضي من دو did، ده لو اساسي. يعني مثلا ايه؟ I did my work، يعني شغلي yesterday. حلو الكلام اهو. هنا ده فعل اساسي بقى ولا مساعد؟ did فعل. work دي ده فعل؟ لا، عملي. فانا فعلت شغلي او عملي امس، عملت شغلي امبارح. فهنا فعل اساسي معناها فعل. حلو. طيب لو عايزينه بقى مساعد، شوف بقى الحركه الحلوه دي. قال لك ان دي لو فعل جه بعدها فعل، بيبقى الفعل ده في المصدر يا ابو سيد. يعني ايه مصدر؟ الفعل بدون اي اضافات، ما بحطلوش اي بهارات، ما بحطلوش اي حاجه، سلبوته ملموته زي ما هو. يعني مثلا لك ايه؟ I didn't مثلا eat مثلا my dinner yesterday. اهو كمل الجمله عادي خالص. يعني انا ايه؟ والله انا نمت امبارح من غير عشاء، انا ما اكلتش العشاء بتاعي. فdidn't وايت، يبقى ده كده مساعد وده ايه؟ الفعل اهو عادي. يبقى كده ده
فعل اسمه فعل مساعد لان جه بعده فعل، فجه بعده فين؟ في المصدر. طيب هو ينفع يا عم جيم ان انا اعمل الحركه الجميله دي اللي هي ايه؟ ودي بتاعت امتحانات خلي بالكم. وينفع ان انا ما انفيش didn't واخلي did مثبته؟ ازاي؟ بص يا سيدي، قال لك لو did مثبته وجي بعدها حاجه تانية ده دليل على ان الجمله دي فعل توكيد. مش فاهم حاجه. زي مثلا اقول لك ايه؟ والله لاضربنك، والله لانفخك، ده انا هطلع عينك. انت فاهم ازاي؟ دي عامله بالظبط زيها، انت بتاكد المعلومه. زي مثلا واحد امبارح بيقول لك، باباك بيقول لك يا ابني انت ذاكرت امبارح؟ يا اخي والله يا بابا ذاكرت، والله ذاكرت حليت. طب انت يا ابني متاكد ان انت ما ضيعتش الفلوس؟ يا سيدي والله ما ضيعتها. فدي زيها. بتعمل ايه مثلا؟ مثلا باباك شاكك فيك ان انت ذاكرت، قلت له اهو خد الواجب اهو. هتقول له ايه بقى؟ I did study yesterday. يعني ايه الكلام اللي انا قلته ده؟ I did study yesterday ده معناها انا بالفعل ذاكرت امبارح. هنا معناها فعل ايه؟ فعل كانه توكيد، بتؤكد المعلومه، كانك بتقول والله ذاكرت، والله عملت، فده توكيد. I did study yesterday. عشان ما توش مني تاني، did لو جه بعده اي حاجه غير الفعل فهو فعل اساسي في الجمله. تمام؟ I did my work yesterday. طب الفرق بينها وبين دي جه بعدها اي حاجه، اي شيء غير الفعل. تمام؟ انما دي جه بعدها فعل اصلا، بس دي مثبته ودي مثبته. انما دي منفيه، كانك بتقول مش. يعني انا ما كلتش او مش كلت ايا كان، يعني تمام، انت مش لك حل. انا ما كلتش الايه؟ العشاء بتاعي. فهمت كده الفعل ده اساسي او مساعد، ووز وير. ده كده الف ب ماضي بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، الف ب ماضي بسيط. تعال ناخد دي بقى الجميله دي. احنا اتفقنا ان didn't يجي بعدها المصدر. بتجي لك بقى في شغل الريرايت، لان ده لسه نظام جديد عليك كثانويه عامه، اول مره تطبق على دفعه 2026. قال لك ان ديد لو بعدها فعل بيبقى فعل في المصدر. يعني زي نفس الجمله كده اهو، I didn't، اهو نفس الجمله I didn't مثلا study، لا انا ما ذاكرتش امبارح، I didn't study yesterday. حلو. طيب I didn't study yesterday. طيب قال لك بتساوي كلمه never بس بعدها التصريف الثاني. اهو تصريف ثاني عادي جدا. يعني اقول لك ايه؟ I never studied English مثلا. انا عمري ما ذاكرت انجليزي. ايه اللي حصل هنا بقى؟ حصل ان never تمام جه بعدها التصريف الثاني عادي. يعني never دي كانها مش موجوده، عادي عادي حط لها التصريف الثاني. انما دي شقه صوتها قويه جدا، هات الاي دي والاي اي دي بتاعت التعليل هنا. فدي نفس الحوار قشطه. دي بيجي لنا في ري رايت، هناخدها ان شاء الله في ري رايت. تمام. تيجي نحل عليها بالمره واحنا سخنين كده. بص يا باشا هحل لك واحنا لسه ايه بنسخن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو، عشان ايه تبقى ايه معايا على طول الخط اهو. بص اهو هتحل I didn't watch TV last night. يبقى ايه؟ هنحلها اهو. دي الري رايت. اكيد ان انتوا في ثالثه اعدادي كنتوا بتاخدوا الكلام ده. دلوقتي اهو نيفر بتحطها في وسط الجمله هنا بحيث ان تطلع الجمله صح. يبقى I never watch. تمام. I didn't watch TV last night. I'm sorry الجمله دي كده فيها غلطه. I didn't watch دي فيها غلطه صغيره، دي ممكن نعدلها. I didn't يبقى I never watched TV وكمل الجمله عادي غلط. يبقى never جه بعدها التصريف الثاني. انما دي الجمله لا، الجمله دي فيها غلطه صغيره معلش. تمام. They clean the classroom ده هناخدها ان شاء الله. علي never visited his grandfather every Friday. خلي بالك هنا لان كابيتال لازم تبدا بيها. الكلام ده كله انت حضرتك هتاخده واجب اصلا. يعني ايه ما تفكرش ان ايه ده هنحله يا باشا بعد كده. حضرتك هتحل واجب، هتاخد واجب وتحله. خلاص كده عرفنا يا باشا ايه التصريف الثاني للفعل والكلام الجميل الحلو البسيط العسليه ده كله. تعالى بقى التصريف اللي بنستخدمه ليه والحاجات اللي بتيجي معاها. كل واحده من دول لما الاقي كلمه just now و how long ago did I visited my on the day. كل ده استخدامات عبيطه جدا. تمام. واللي هو امتى لما بتلاقي الكلمات اللي قدامك دي زي yesterday حاجه تدل على الماضي من الاخر. in the past بقى في الماضي for in those days at the age of just now حالا the other day when I was لما كنت how long ago previously formerly. فالكلام ده كله حاجه تدل على اي حاجه تدل على الماضي والموضوع خلص معاها وما عادش بيتكرر تاني. طيب تعالى كل واحده لها مثال اهو زي ما انت شايف قدامك. لو نلاقي برضو الحاجات دي مهمه جدا لما نلاقي بقى عاده بتتكرر في الماضي. عاده بتتكرر في الماضي زي ايه؟
usually دايما always sometimes often never every الكلام ده كله. يعني ايه؟ he played football every day last week. كان بيلعب كورة كل يوم الأسبوع اللي فات. he always got up late last year. تمام؟ وهكذا. first then next at last finally وهكذا. ده كلمات تدل على سرد أحداث في الماضي. يعني مثلا لك ايه؟ he did his homework then يعني عمل الواجب بتاعه بعد كده نام. once I found a wallet then I went to the police. لقيت البتاع رحت رايح. الاثنين حصل في نفس الوقت يعني تك 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 مع بعض، أحداث متتالية ورا بعضها. الحالة الثانية الاف، تمام، ده كله هناخده بعدين، ما تشتتش نفسك، ما تخافش، كل ده هيتاخد ما تخافش. بعد سن لو سنس لو معناها منذ، بتبقى هنا الناحية دي مضارع تام، والمضارع التام بيتكون من هاز أو هاف زائد التصريف الثالث للفعل. الناحية الثانية بيبقى ماضي بسيط سنس معناها منذ، لازم يبقى معناها منذ. أنا بقول لك كل حاجة موجودة بالزمن ده عشان لما تدخل في الزمن اللي بعده واللي بعده واللي بعده تلاقي نفسك في تلاحم بين الاثنين. تمام؟ طيب فيرب بي اللي احنا قلناه لسه قايلينه didn't وديد والكلام ده كله. طيب في واحد تاني هناخده كمان شويه اسمه هاد، بس فكرونا نفتكر ان شاء الله. wish if only it's time would rather suppose. ايه الكلام بقى الجميل الحلو ده؟ في حاجه اسمها اول ما تلاقي كلمه it's time would rather suppose if only wish فاعل ماضي بسيط، بس لا يوجد، ودوس قوي على الكلمه دي، عند وجود كلمه تدل على الماضي. دي لما تبقى ماضي تاني، انما ماضي بسيط عند عدم وجود. مش فاهم اي حاجه. خد مثال احسن. يعني انا دلوقتي بتمنى انساك، فاهم ازاي؟ فانت بتقول بتمنى انساك، انت بتتكلم في حاجه دلوقتي، تمام؟ بتتمنى حاجه بتحصل دلوقتي. ثانيه واحده بس اشوف التكييف ده، مش عارف ايه اللي حصل، فاهم؟ بتتمنى حاجه بتحصل دلوقتي، حلو، فبناخد الزمن اللي بيجي بعدها ماضي بسيط. ايه ده؟ طب ده بتمنى حاجه بتحصل دلوقتي، لا ما مش هتحصل، فانت بتتمنى دي امنيه بتاخد ماضي بسيط. اي حاجه انت بتنزل بالزمن درجه. بتتمنى حاجه في المستقبل بتبقى ود او كود، بتتمنى حاجه في الماضي فبتبقى ماضي تام، بتتمنى حاجه في المضارع فبيبقى ماضي بسيط. فانا المضارع قصدي بتبقى ماضي بسيط. فانا بتمنى ان انا يا ريتني مثلا زي كتبت ايه، انا اتمنى ان منى تذاكر كويس. انا قلت دلوقتي اي حاجه تدل على الماضي ما قلتش. قلت امبارح اول امبارح ما اتكلمتش. فما دام قال لك لقيت واحده من دول wish if only it's time rather suppose، اي واحده من دول بيجي هنا subject اللي هو الفاعل، يبقى في هنا ماضي بسيط بس عند عدم وجود اي حاجه تدل على الماضي. يعني ايه عند عدم وجود حاجه تدل على الماضي؟ ما لقيتش yesterday، ما لقيتش ago، ما لقيتش last، ما لقيتش اي حاجه من دي. جمله ساده زي الفل ما فيش فيها اي حاجه. طيب it's time فاعل ماضي بسيط. قلت ايه؟ it's time she studied English. قلت yesterday؟ ما قلتش. واحد صاحبك مثلا انت قاعدين، فانا مثلا وبابا قاعدين على كافيه، فصاحبه جاي متضايق ومش عارف يا ريتني اشتريت العربيه امبارح وبتاع، ده العربيه كانت رخيصه وانا كان معايا الفلوس ومش عارف ايه. او واحد صاحبك مثلا اتفرج على ما اتفرجش على فيلم، ما الفيلم كان جميل ومش عارف يا ريتني، او مثلا ذاكرت يا ريتني ذاكرت. فانت مثلا تقول لصاحبك مش كان المفروض تذاكر؟ فتقول له it's time you studied well. مش كان المفروض تذاكر؟ طيب لو انا جيت قلت له بقى مش كان المفروض تذاكر امبارح، دي تفرق بقى. انا دلوقتي بكلمك اهو بقول لك مش كان المفروض تذاكر، انا بكلمك دلوقتي. غير لما اقول لك مش كان المفروض تذاكر امبارح، في فرق. هل انا قلت امبارح؟ ما قلتش. لو قلت امبارح بقى تتحول لماضي تام. يعني ايه؟ I'd rather عمر watch TV، ما قلتش a film yesterday، ما قلتش. هنا بقى I wish منى had studied well last year، يا ريت منى كانت ذاكرت كويس السنه اللي فاتت. فما دام ذكرت ماضي، ما دام ذكرت حاجه تدل على الماضي مع العلامات اللي انا قلتها فوق دي، حط وانت حاطط رجل على رجل هات زائد التصريف الثاني. دي مكتوبه عندك في البدايه، انا هسيبه. Suppose you had a fortune what and you do. افترض ان انت عندك ثروه، هتعمل ايه؟ تمام؟ ماشي. I'd rather عمر had watched the film yesterday. كنت اتمنى ان عمر كان يتفرج على الفيلم امبارح. قشطه؟ امبارح. فهنا تقول ايه؟ had. طب افرض قلت I'd rather عمر had watched the film، كده صح ولا غلط؟ غلط، لان انا وقفت عندي يبقى فيلم. فاقول هنا بقى I'd rather عمر had watched the film yesterday، كده صح. I'd rather عمر watched a film وخلص الموضوع. وصلت لك الفكره ماشيه ازاي؟ فدي زيها. طيب يبقى احنا اتعلمنا اهو عند عدم وجود فاعل بنحط ماضي بسيط اهي wish it's time would rather. بس خلي بالك هنا بقى في to في هنا فاعل مصدر. يعني ايه؟ يعني ايه ده بقى؟ ده جديد، ده بقى جديد، ده بقى جديد، مش فاهم. بس عند عدم وجود فاعل، مش اللي فوق كان في فاعل، هنا قلنا ايه؟ rather wish والكلام، بس في فاعل. من هو الفاعل؟ هو الذي فعل الجمله. لما اجي اقول لك مثلا محمد بيشرح الدرس، فمحمد هو الفاعل، الدرس هو المفعول. تمام؟ ففهمنا كده في وجود فاعل. طب ما فيش بقى فاعل، اعمل ايه؟ I wish
to buy a car. ايه ده؟ واحد اقول لها يا جيني طب ما في فاعل اهو، تمام؟ I wish to buy a car. طيب ثانيه واحده، عادي. هنا بقى عدم وجود فاعل. لا I wish to buy a car اللي فوق قلت ايه؟ I wish منا، اتمنى اني منا، انا اللي اتمنى اني منا هي اللي تذاكر، فمنا هي الفاعل مش مفعول، تمام؟ انما هنا اتمنى نسيت بقى، اتمنى شراء العربيه. فين الفاعل؟ مفيش. It's time to study English. فين الفاعل؟ قلت it's time احمد؟ لا قلت it's time على طول. It's time to study English. I'd rather قلت I'd rather احمد؟ لا قلت I'd rather watch على طول. اتمنى اتفرج تلفزيون، بفضل اتفرج على التلفزيون. ما قلتش انا اتمنى ان احمد، اتمنى ان ام سيد وام سماح. ما قلت، مفيش فاعل. فما ده فيش فاعل مع wish to والمصدر، واتس تايم to والمصدر، وwould rather مصدر بس. لاحظ بقى جمله الماضي البسيط بعد وش بتبقى بتعبر في المضارع. لسه قال لك اي ويش اي وير. الله يا جينو ازاي مش اي بتاخد وز؟ ايه ده في التمني ازاي اي تاخد وير؟ مش المفروض احنا معلمين ان اي تاخد وز؟ في حاله التمني في المضارع، بحط وير، بس لازم يكون بعدها اي حاجه غير الفعل. I wish I were a doctor. اتمنى ان انا كنت ابقى دكتور. I don't earn enough money as an engineer. يعني انا بتمنى ان انا اكون دكتور عشان انا ما بكسبش فلوس زي ايه الدكاتره كده، تمام؟ فانت بتتعبر عن حاجه في الماضي ولقيت where دي لازم يكون بعدها حاجه غير الفعل قصدي. يعني مثلا ايه I wish I were tall دي فعل لا. انما لو قلت I wish I were come here لا 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 لا, لا. تمام؟ دي ساعتها غلط. ليه؟ لان انت ساعتها حطيت فعل احنا ما حطيتش فعل. ده برضو ايه عادي جدا. تعالى بقى الجميله الحلوه دي used to. ايه used to دي بقى؟ used to بتعبر عن حاجه حصلت في الماضي وانت كنت متعود عليها وتمام التمام، وفجاه بدون اي مقدمات ربنا تاب عليك وما عدتش بتعملها، سواء حاجه حلوه او حاجه وحشه. واحد ايه ده يا جين، هو حد كان متعود يعمل حاجه حلوه في الماضي وما عادش بيعملها؟ واحد كان بيصلي وبيصوم وبتاع فجاه انقطع، ما عادش بيصلي ولا عاد بيصوم ولا بيعمل اي حاجه. العكس صحيح، واحد ما كانش بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل اي حاجه فجاه بقى كده. فاهم؟ وانت صغير كنت بتعمل ايه؟ كنت بتضرب الجرس على الشوارع في اللي هم العماير وتجري تضرب انا لحد الان بعملها والله. بتبقى طالع في الاسانسير وتروح دايس كل الزراير، او انت نازل من الاسانسير بتدوس كل الزراير. فانت متعود على كده، كبرت بقى عقلت ما بقتش تعمل كده، تمام؟ فده حاجه انت كنت متعود عليها في الماضي ما عدتش بتعملها في المضارع، فبنستخدم يوزد تو والمصدر. يعني ناخد مثال يقول لك مثلا ايه when I was young I used to spend the weekend with my friends. دي عاده، هل ده دليل انه قاعد بيعمل الحاجه دي؟ لا. نيجي هنا بقى من ناحيه المضارع، الباشا ده في المضارع ما عادش، انما في الماضي نعمل علامات صح نقسمها نصين اهو. في المضارع ما عادش اللي هو حالا ما عادش بيعملها، ما عادش، يبقى ده دليل على ايه؟ لما انا اسمع جمله زي دي ده دليل ان انا خلاص يا عيني ما عادش بيقعد مع اصحابه. يعني مثلا لك ايه when I was young I used to smoke. كنت وانا صغير متعود ادخن. ده مش انا، لا حد بيقول يعني. فتمام. واحد يقول لك when I was young يا خساره I used to pray. كنت متعود ان انا اصلي، دلوقتي ما عادش بيصلي. العكس when I was young I didn't used to pray. ما كنتش بصلي. هنا بقى بص بقى اهي، تمام؟ when I was young I didn't used to spend the weekend with my friends. ده دليل على ايه؟ اقرا تاني. لما كنت صغير انا ما كنتش متعود ان انا اقضي الاجازه بتاعتي مع اصحابي. ده دليل على ايه؟ يبقى هو في المضارع بقى بيقضي الاجازه مع اصحابه. مع used to do عكس بعض. ماضي بيعمل يبقى مضارع ما بيعملش، ماضي ما بيعملش يبقى مضارع بيعمل. هم علاقه عكسيه مش علاقه طرديه. تمام؟ تاني when I was young I never used to spend. خلي بالك قلنا used عشان never كان مش موجود. I never used to. ليه قلنا هنا use وما قلناش هنا used؟ ليه؟ ركز هنا. ليه قلنا هنا use وما قلناش هنا used؟ عشان تيجي بعدها ايه؟ شاطر، المصدر اللي هو use. I used not to spend. هيها كلام عادي. بنسأل السؤال في الماضي البسيط بكلمة ايه؟ did والمصدر او did والسؤال. where did you؟ بس لازم خلي بالك did بيجي بعدها فعل، تمام؟ was بنسأل في حالة واحدة لما يبقى من المجهول، او لما يكون مثلا was احمد there واحمد كان هناك. ثانية واحدة كده، هو فين الفعل؟ مفيش فعل، فساعتها تقول was كان اللي انا قلت لك عليه. where did you used to spend the weekend؟ did you used to. ماشي؟ used to خلاص قلناه. طب فينا بقى في شويه حاجات بتساوي كلمه used to. الحاجات دي مهمه جدا 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 جدا، ودي اللي بتاعت الري رايت. في عندنا حاجه بقى used to. احنا سالنا سؤال تاني used to معناه ايه؟ حاجه حصلت في الماضي ما عادتش بتتكرر في المضارع، او كانتش بتحصل في الماضي وبقت تحصل في المضارع. علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. مثلا بتساوي ايه بقى؟ ما احنا اتفقنا نصين اهو، ده كده ماضي وده كده مضارع اهو. يعني مثلا ايه
don't مع الجمع طبعا، و doesn't مع المفرد. يقول لك I don't anymore او any longer، هناخدها مثال دلوقتي. او no longer ومضارع بسيط، او it was habit to. يعني ايه habit to؟ كانت عاده. habit معناها عاده، كانت العاده بتاعته او بتاعتها او بتاعتهم. was were in habit كان في عاده، بيجي بعدها ing. او شخص او صفه ملكيه او شخص apostrophe اس habit was to. مش فاهم حاجه، الامثله احسن. يعني مثلا نيجي يقول لك ايه، تمام؟ I used to spend the weekend with his friend. دي جملة عادية خالص اهي، دي الجملة الأساسية اهو اهو اهو. He used to spend the weekend with his friend. ممكن نقول he doesn't spend the weekend with his friend anymore any longer. يعني معنى الكلام ده ايه؟ ما عادش بيقضي الأجازة بتاعته مع أصحابه خالص. ليه؟ وهنا قال لك هو كان بيقضي اجازته مع اصحابه، يبقى كان بيقضي. دلوقتي بيقضي؟ لا، يبقى هو ما عادش بيقضي الاجازه بتاعته خالص. يبقى الجمله دي فين؟ المضارع، عشان كلمه doesn't و don't. he no longer spends. خلي بالك no longer spends مفرد، هي بتاخد مفرد ياخد اس او اي اس او اي اس. the weekend with his friend، ما عادش بيقضي الاجازه بتاعته مع اصحابه. It was his habit، كانت العادة بتاعته to spend the weekend with his friend. كانت عادة انه يقضي الأجازة بتاعته مع أصحابه. هو كان في عادة الايه؟ قضاء. ايه ده؟ اشمعنى الاي ان جي دي جت منين؟ هفهمك. عندنا الفعل لما بتحط له اي ان جي تقلب لاسم. spend يعني ايه؟ يقضي. spending قضاء. read يعني يقرأ. reading القراءة. فلما نيجي نقول he was in the habit of spending، معناه هو كان في عادة قضاء الأجازة مع أصدقاء. تمام؟ هنا بقت اسم. طيب his habit was to spend، كانت عادته إنه يقضي. إحنا كنا بنقول إيه؟ كان متعود إنه يقضي، كانت عادته إنه يقضي. ده الفرق. طيب used to و used to، إيه الفرق بين الاثنين دول؟ مش فاهم أي حاجة. used to be but now am is are. used to فعل، اي فعل غير بي، اي فعل غير بي. but now do does. مش فاهم حاجه. he used to get up early، ده فعل. ده بي؟ لا، يبقى هنا نقول ايه؟ but now he doesn't. تاني used to هنا اي فعل غير بي ده بي، يعني كان متعود يصحى بدري بس دلوقتي هي ما عادتش. لو جمع نقول don't. تمام؟ طيب he used to be active، بي اهو بي، فساعتها نقول ايه؟ but she isn't او is او are حسب الجمله. لا، النفي واثبات دي مثبته يبقى دي منفيه. طب دي منفيه يبقى دي مثبته. تاني مع علاقه عكسيه. تاني دي مثبته يبقى دي منفيه. دي منفيه يبقى دي مثبته. اهو she didn't used to get up early but she does. طب ليه هنا قلنا doesn't؟ عشان get مثبته يبقى هنا منفيه. هنا didn't مثبته يبقى هنا مثبته. قصدي دي منفيه يبقى دي مثبته. she didn't used to be lazy، ما كانتش كسوله بس دلوقتي بقت. تمام؟ هي لما تقراهم واحده واحده هتلاقي الموضوع باذن الله سهل جدا. دي سهله جدا. دي بقى عكس اللي احنا قلناه. ايه العكس؟ احنا قلنا used to والمصدر ده دليل على ان حاجه حصلت في الماضي وما عادتش بتتكرر خالص في المضارع، يعني ما عادش بيعملها في المضارع. am is are was were get become grow الحاجات دي كلها اللي هي الماضي من get، الماضي من become، الماضي من grow. used to هيجي بعدها الفعل زي ده ان جي او اسم. لا، والفرق الفرق ايه بقى بين دي ودي؟ الفرق بين دي ودي ان الثانيه كانت حاجه بتحصل في الماضي وما عادتش، دي حاجه بتحصل في الماضي لسه شغاله معانا لحد دلوقتي. تعالى ما افهمها لك بمثال احسن. مثلا اقول لك ايه؟ حسن is used to getting in ing up late. ده دليل على ايه؟ ده دليل ان الباشا لسه ما زال كان بيعمل حاجه زي دي، قعد فتره طويله. حسن هنا بقى عاده في المضارع وما زال، عاده كانت في الماضي وفضل مستمر على فتره طويله جدا. حسن was used to getting up late، خد وقت طويل قوي معاه. ده سهل جدا. قال لي got used to the hot weather of أسوان، يعني هنا معناه ايه؟ تعود على حر الطقس الحار في أسوان. I became used to living in the desert، خلاص انا اتعودت ان انا ايه؟ اعيش في الصحراء. am is are used to used for. ايه الفرق بقى؟ هنا بقى في اشياء. هذا يقول لي يا جينو ده انت لسه قايل دلوقتي am او is او are used to بيجي بعدها ing، ازاي بقت am او is او are used to يجي بعدها مصدر؟ يا حبيبي هنا اشياء، الثانيه اشخاص. مش فاهم. يعني مثلا لك cotton is used to make clothes، يعني القطن بيستخدم، هنا معناه بيستخدم مش متعود. حسب الجمله اقرا كده، ده متعود ولا يستخدم؟ يستخدم. يبقى to المصدر والثانيه for و ing، بس قبلها am او is او are. طب cotton is used to make clothes، يستخدم في صناعه القطن الملابس.
cotton is used for making clothes. يستخدم برضه في صناعه الايه؟ الملابس. تمام كده الدنيا زي الفل. تعالى بقى يا معلم ناخد حاجتين، اخر حاجتين في الدرس ده عشان يبقى ايه؟ قفلنا الدرس ده خالص. تعالى ناخد حاجه صغنونه ثم حاجه كبيره صغنونه برضه. عندنا فعل هاد، ده مقدار ايه؟ ده مقدار ايه؟ يا فعل اساسي يا فعل مساعد. فعل اساسي في الجمله يعني ايه اساسي؟ يعني يجي بعده اي حاجه غير الفعل. له كذا معنى بقى، معناه يمتلك ويقضي والكلام ده كله، مثلا ويتناول. يعني مثلا ايه؟ I had my lunch، غدائي with my family yesterday. يعني ايه؟ انا تناولت الغداء بتاعي مع العيله بتاعتي. هنا دلوقتي lunch ده فعل؟ لا. فاي حاجه غير الفعل معناها هنا ايه؟ فعل اساسي في الجمله، معناها ايه؟ اتناول. او مثلا اقول لك ايه؟ I had a car last year. يعني معنى انا كنت عندي عربيه السنه اللي فاتت. had هنا فعل اساسي في الجمله. انما لو جه بعده فعل بقى اسمه ماضي تاني، وليله طويله تانيه بقى ناخدها. مثلا ايه؟ I had done my work، مش عارف الكلام ده كله. هنا had والتصريف التاني ده اسمه بقى بنسميه ماضي تاني، مالناش دعوه بيه دلوقتي، احنا عايزين الحد الجميل الحلو. ندخل بقى في اخر حاجه نفنش، المبني للمجهول. طيب قبل بس ما اقول حاجه صغنونه، عشان ناس كتير بتقع في الغلط في الدرس ده بالذات، ودايما بحب اشرحها بالطريقه دي. للاسف الشديد كلنا فاهمين المبني للمجهول كلنا غلط، وبلا استثناء ولا استثني احد. معظم المدرسين وانا كنت اولهم صراحه، بس الحمد لله بقى لي فتره كبيره بقيت بشرحه صح. كنا فاهمينه غلط. كنا دايما نقول ان المبني للمجهول اللي انت مش عارف مين اللي عمل الجمله دي. مش الكلام ده، طلعش كده. لما بحثت ودورت في حاجات كتير جدا، في مراجع لغويه كتير في اللغه الانجليزيه، مش مصريين اللي شرحنا، ناس اجانب. قال لك ايه بقى؟ هفهمها لك بمثال. ده وده، ده صيني وده ياباني، تمام؟ بس انا ما اعرفش ده، يعني نقول يعني ده مصنوع في الصين وده مصنوع في اليابان. صنع في الصين وصنع في اليابان، مين اللي احسن؟ كله بنسبه 100% قال ده. قال ده، قال الياباني، عشان انت متعود ان الياباني حاجه على معنى. انا بنيت لك الجمله للمجهول، خلي بالك. قلت لك صنع في الصين، صنع في اليابان. was made in China was made in Japan. تمام؟ طيب ايه اللي حصل هنا؟ دماغك راحت لمين؟ للياباني، مع ان انا والله بنيت الجمله المجهول. طيب مين اللي عمل البتاع ده؟ اليابان، فانت عرفت الفاعل. مين اللي عمل القلم ده؟ الصين، فانت عرفت الفاعل. فانت ما تجيش تقول لي المبني المجهول لو انا مش عارف الفاعل، اديك عرفته اهو. تمام؟ طيب امال بيستخدم في ايه؟ قال لك اول شيء زي ما انا عملت كده، التفخيم، تفخم، او التحقير، او الكلام الفورمال، او لا قدر الله فين وفين لو انت مش عارف مين اللي عمل الجمله ده. دي نادره قوي. تمام؟ مش فاهم برضه. تخيل مثلا رئيس بيتكلم، سياده رئيس بيتكلم في حاجه كده في ده في قدام الشعب، وبيتكلم في مؤتمر جميل، فتلاقي كلامه فورمال، كلامه رسمي جميل حلو كده. يقول لك ايه؟ لقد بنيت، لقد شيدت، لقد فعلت، لقد فاهم زي كده. تتكلم بكلام فورمال تلاقيه مبني المجهول. حلو؟ طيب لما بتيجي مثلا تقول لك ايه؟ صنع في الصين، صنع في الصين، يعني حاجه صنع في اليابان. من فعل هذا الواجب؟ فعل الواجب عن طريق احمد، اللي عمله احمد. فعل الواجب عن طريق احمد، احمد اللي عمله. فانت كده فخمت فيه. يبقى من المجهول بيستخدمه كلام الرسمي، تفخيم، التحقير، نادر قوي لو انت مش عارف مين اللي عمل الجمله. كان زمان برضو في غلطه، كان يقول لك ايه؟ كان يقول لك المبني المجهول لو انا مش عارف الفاعل. ازاي انا مش عارف الفاعل وبتيجي تقول لي مثلا ايه؟ it مثلا اهو، it was made by me. فمي اهو. ازاي انت بتقول مش عارف الفاعل وانت كتبته له اهو وباي اهو؟ تمام؟ فالحته دي كان فيها جدال شويه. فالحمد لله لما بحثت ودورت لقيت ان الاجابه اللي انا قلتها لكم دي. طب المهم بس ما علينا. المبني المجهول في الدين ازاي بقى؟ في الماضي البسيط بنحط حاجه اسمها was او were زائد التصريف التالي. واحد يقول لي يا جون انت لسه قال was او were was او were، استنى ثانيه. هنا بقى مش في فاعل، هنا مفعول. لو المفعول مفرد was، لو المفعول جمع were. مش فاهم حاجه. يقول لك مثلا ايه؟ I did my work yesterday. يعني الكلام ده؟ انا عملت الواجب بتاعي امبارح. طيب I فاعل، my work مفعول، فبنبدا بمين؟ بالمفعول اهو. الحاجات دي خلاص بقت عندك ريرايت. my work مفرد ولا جمع؟ مفرد. تقول ايه؟ was والتصريف الثالث من did done، was done، وكمل الجمله. طب نتيجي نشوف مثال احسن عليها. مثال احسن في ريرايت اهو، عشان الريرايت تعرف تحله كويس اهو. هناك ايه؟ هنا دي مبنيه للمجهول اهي. ليه؟ ما هو في النص. قال لك ايه؟ the police caught the thief last night.
طيب مش فاهم هبدا بمين؟ ما احنا قلنا البوليس قبض على الحرامي امبارح، عايزين نمنع من الجول، فين المفعول؟ ده الفاعل. حلو، ده الفاعل، الثيف المفعول. تمام. طيب نبدا بمين؟ نقول ايه؟ the thief was caught yesterday، يعني قبض على الحرامي ليله امس. حلو الكلام. اهو شفت بقى جت الجمله ازاي؟ اهو. طيب واحده تانية مثلا it's time to get. هنا بقى لو عايز احط يقول ايه؟ it's time to go، لا it's time you went to bed. تمام. دي برضو الحاجات دي انا هسيبها لكم لازم تحلوا. تيجي نجرب كده نحل حاجه في الحاجات دي. اسئله امتحانات. did you بيجي بعدها ايه؟ المصدر، وانا حاطط رجل على رجل. did you ايه؟ breaking تبقى ايه؟ did you break لانها مصدر. once we launch the restaurant، once هنا launch حاجه في الماضي، وده دليل على غدا، الجمله في الماضي. once we had. طيب any investigations دي معناها تحقيقات. هل made by the police about the murder، يعني هل في تحقيقات. did any investigation made، ازاي made؟ ما اقول did، ما انت تقول did بقى ماضي. ما هو ده ماضي بسيط اقول did، بس ثانيه واحده made ده تصريف ثالث، هنا ساعتها تقول did ولا was where فنقول ايه بقى؟ where investigations made by police about the murder ده على اللي هي جريمه القتل. حضرتك بقى مطالب من حضرتك دلوقتي يا ابو سيد انت وابو سماح تحل الواجب. تمام. هنحل ان شاء الله بنسبه كبيره. سيبك من الترانسليشن دلوقتي، ان شاء الله تحل عشان نبقى هنيجي يوم الخميس هنحل الواجب، والاثنين اللي بعده هندخل على ليسن 3 و4 على مكتبه التدريبات ينزل باذن الله تعالى. هحل لك برضو الواجب بتاع التدريبات، هتاخدوا واجب ونحله مع بعض. بس احنا دلوقتي لسه في الاول فبنتدرب نشوف الدنيا ماشيه ازاي. زي ما قلت لكم انت حابب تبقى مع جينو في المنصه، الرقم ده هتلاقوه في البي دي اف. خلاص مصر كلها حفظته. 010 70 71 72 11. قول له انا عايز اشترك مع جينو. اهو شفت الفرعون الجميل الحلو ده. انا عايز اشترك مع جينو وشوف الدنيا ماشيه ازاي، واحنا ان شاء الله معاك. وفي حاجه انا قلتها لكم، لو خدت الترم تاخد مادتين او ثلاثه هم حسب ما يقولوا لك، تانيين شهر الاولاني مجانا احلى. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات اخرى على اليوتيوب، سواء على اليوتيوب او فيديوهات المنصه اللي انا هنفخ فيها طلبه معانا.